النهارده بقى كده جايه لكم بطريقه حلوه قوي جدا للكبسه. الكبسه يا جماعه دي اكله بترجع اصلها للمطبخ السعودي. هي من اشهر الاكلات التقليديه هناك جدا، خاصه في السعوديه ودول الخليج. الكبسه بدات كاكله يدويه بسيطه جدا، عباره عن رز مطبوخ مع اللحمه. غالبا بقى بتبقى لحمه غنم او جمال، يعني وشويه بقى بهارات من بتاعتهم الخطيره دي كده اللي ما بتبقاش مغشوشه. مع مرور الوقت بقى انتشرت الكبسه في باقي الدول العربيه، وكل بلد بقى اتغير فيها شويه حسب المتاح عندها. دلوقتي بقى بقت بتتعمل باللحمة أو بالفراخ أو حتى بالسمك والجمبري. النهاردة هنعمل الطريقة بتاعة الكبسة كده، بسر الكبسة في البهارات العربية بقى الخاصة بتاعة السعودية، بس هنعملها بطريقة مصرية سهلة جدا، لأن هي يعني تحفة وهتشرفك جدا في أي عزومة كده وأي لمة كبيرة. هنقدر كده نعملها مع بعض بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع ينافس المطاعم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. عندي كده بصلايه هبتدي ان انا اقطعها مربعات زي ما انتوا شايفين. هفرم معاها كده كام فص من الثوم زي برضو ما انتوا شايفين، وبعدين يعني اهرسهم كده كويس مع بعض. وعندي كمان طماطمايه، وعندي ايه يعني شريحه من الفلفل الاخضر السبايس. ممكن تحطوا فلفل اخضر وممكن تحطوا احمر عادي، وممكن تحطوا كمان جزرايه مبشوره. معايا بقى شويه البهارات الحلوين دول كده، يعني بهارات صحيحه وبهارات مطحونه. هكتب لكم بقى البهارات بالظبط كده في الكابشن بالتفصيل. وطبعا انا النهارده هعملها بالفراخ، انا بحبها طبعا جدا باللحمه ونزلت الطريقه قبل كده، بس النهارده خلينا نعمل مع بعض اللي بالفراخ. طعمها حلو جدا وهتعجبكم. في حله كده على النار هنزل بشويه من الزيت، وانزل بقى كده بقطع البصل، واقلبهم كده على بعض لحد ما يتبلوا. انا مش هحمرهم ولا اصفرهم، انا مش بعمل كبسه الهام، انا بعمل كبسه السعوديه او كبسه الخليج بطعم حلو جدا. بالمناسبه انا كبسه الهام ما عجبتنيش، يعني تقدروا تقولوا لي في الكومنتات اللي جربها هي عجبته ولا لا. يعني انا حسيت عبارة يعني عن شوية رز معجن بصراحة. انا هنزل كده بقى بالبصلة بعد ما دبلتها شوية ما حمرتهاش، انزل بقى بالتوابل الصحيحة بتاعتي بقى اللومي والحبهان والقرفة والقرنفل والورق اللورا. اقلب كده كله مع بعضه لحد ما ريحة البهارات تطلع بتاعتي كده وتبتدي ان انا اشمها. انزل بقى بقطع الفراخ. انا جايبة بقى يعني حطوا الفراخ اللي انتوا عايزينها، احجام الفراخ اللي انتوا عايزينها. تقدروا تقطعوها يعني الفرخة تجيبوها تقطعوها 4، تقدروا تحطوها 8، زي ما انتوا عايزين. يعني كمية الفراخ اللي انتوا عايزينها. انا هنا يعني عاملة يعني ممكن مش فرخة كاملة، بس على قد عدد الافراد اللي عندي. بعدين بقى احط التوابل الصحيحة بتاعتي كده المشكلة. سهلة جدا يا جماعة، مش فيها اي حاجة. امشي بس على الخطوات وهتطلع لكم كبسة من اروع مما يكون، من الوصفات الجميلة جدا اللي بناكلها فعلا طعمها احلى من بتاعت بره. وتحدي يعني جربوها وقولوا لي رأيكم. في الوقت ده هنزل بقى كده بعصير طماطمتين، انا كده عاملاهم كوكاسيه او ضربهم في الكبه بتاعتي كده من غير ايه ميه خالص. وفي الوقت ده برضو لو في جزر او انتوا بتحبوا طعم الجزر في الرز ضيفوا جزر مبشوره. اضيف بقى الملح، وهضيف كمان يعني باكو صلصه او معلقه صلصه كبيره على حسب ما انتوا عايزين. انا هنا بقى ضفت الصلصه كده، وبعدين ابتدي ان انا اقلب الفراخ بتاعتي كل المكونات دي مع بعضها. بالمناسبه عايزه اقول لكم ان طعم البهارات حرفيا مع الفراخ فظيعة. الفراخ بتبقى طعمها يجنن وخطير، ومميزة برضو عن كبسة اللحمة. ابتدي بقى كده ان انا انزل بالمية المغلية بتاعتي يا دوبك كده تغطي الفراخ، وبعدين اسيب كل ده يستوي على النار. فوق بقى كده الفراخ الجميلة دي احط بقى قطعة الفلفل. انا ما قطعتهاش، انا بس عايزاها تاخد ريحة كده حرفيا بتخلي الرز طعمه حلو قوي. اغطي عليها بقى كده واسيبها تستوي براحتها خالص لحد بقى ما تستوي. ابتدي ان انا انشلها كده من الخلطة بتاعتي او الشوربه بتاعتي. خلاص هي اصلا استوت، فالشوربه بتاعتي ركزت وما بقتش كتيره. لان انا بقى كده هشيل الفراخ واحطها على جنب. الفراخ شاربه بقى من الصوص وطعم البهارات. طعمها يا جماعه يجنن خطير والله، يعني طعمها فعلا عامل زي الفراخ المشويه كده. ابتدي بقى كده يعني زي ما انتوا شايفين الصوص بتاع كده الشوربه بتاعتي اللي فايض. ازود بقى كده شويه ميه مغليين عليه. في الوقت ده اجيب بقى كوبايتين من حوالي كوبايه الرز دي. انا عملت كوبايتين من المج الرز ده او حسب الرغبه. والفراخ بتاعتي حطيتها على جنب. ارجع بقى كده ازود الميه بتاعتي المغليه فوق الرز بحسب معيار الرز اللي انا عملته. يعني انا عملت مجين من الرز، انا ما بحبش احط ميه كتير. يعني انا طالما غسلته ونقعته شويه بعمله معامله الرز المصري. فالكوبايتين بتوع الرز البسمتي هيتحط قصادهم كوبايتين من الميه المغليه وبس. ضفت الرز، اغطي بقى كده عليه واظبط بقى الملح بتاعي لو محتاج سنه يعني بهارات كمان شويه. بس ما اعتقدش في الهيصه اللي احنا حاطينها دي ان هو يحتاج بهارات، بس في ناس بتحب طعم البهارات يبقى عالي شويه. في الوقت ده بقى جبت الفراخ بتاعتي ودهنتها صلصه ودخلتها تحت الشوايه، والرز بتاعي خلاص كان استوى.
ابتدي بقى كده ان انا اقدمه وارص عليه الفراخ من فوق. تقدروا طبعا تفحموها لو انتوا عايزين، انا بحبها بالفحم، بس الوصفه الاصليه ما بتبقاش متفحمه بصراحه، بس عادي زي ما انتوا حابين. قدمتها بقى كده مع سلطه الدقوس، انا كنت منزلاها واسيب لكم برضو اللينك في اول كومنت معايا كده. وطعمها يا جماعه كان خطير ويجنن، تحفه بجد. دي كانت طريقة النهاردة ووصفتي في الكبسة، والطريقة الخاصة في الكبسة تنافس المطاعم، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. لو الوصفة عجبتكم طبعا ما تنسوش اللايك والشير، ولايك كده حلو عشان الوصفة تتشاف لأكبر قدر عدد من الناس. أشوفك على خير إن شاء الله الوصفة الجاية. باي باي.